وكنت بلعب تنس مع مين. القصة دي حصلت لي لما كان عندي 16 سنة، ليلة جمعة، والجو كان برد جدا. بس زي عادتنا أنا و3 من أصحابي رحنا نقابل بعض على البحر. بس قبل ما أكمل، اضغط لايك واشترك فورا، علشان اللي حصلي في الليلة دي ممكن يحصل لأي حد، حتى لو فاكر نفسه صاحي ومركز. كنا ماشيين على الشط وفجأة شفت حيوان بيجري على الرمل، شكله كان شبه الأرنب. جريت وراه وسمعت أصحابي بيضحكوا ورايا وبيقولوا ارجع يا عم، مش هتعرف تمسكه. بس أنا قررت أثبت لهم العكس، وجريت ورا الحيوان ده مسافة طويلة لحد ما فجأة لف ناحيتي. وهنا كانت الصدمة، مش أرنب ولا حاجة، ده كلب شرس جدا وكان بيزمجر بطريقة تخوف. خفت أهرب، فخدت شوية حصى من الأرض وفضلت أرميه بيهم لحد ما واحدة جت بين عينيه، وساعتها خاف وهرب. قعدت أرتاح شوية، لقيت شاب في سني جاي ناحيتي، كان شكله وسيم بطريقة غريبة وبيضحك وماسك في إيده مضربين تنس طاولة. قال لي تيجي نلعب شوية؟ قلت له فين؟ شاور لي على ترابيزة تنس شكلها نظيف كأنها جديدة ومحدش لمسها قبل كده. ابتدينا نلعب، بس الصراحة كان بيلعب باحتراف غريب، ما قدرتش أكسبه ولا نقطة. بعد شوية قال لي أنا تعبت همشي، خلي المضرب والكورة معاك، الجمعة الجاية نلعب تاني. قلت له ماشي تمام. ولما رجعت أبص على أصحابي لقيتهم بيضحكوا بطريقة هستيرية، واحد منهم واقع على الأرض من كتر الضحك. سألتهم في إيه؟ واحد فيهم قال لي أنت شكلك اتجننت يا ابني، الأول كنت بتجري ورا قطة، ودلوقتي واقف بقالك 10 دقايق ماسك شبشب قديم وبتضرب بيه في الهوا وبتضحك كأنك بتلعب. ببص في إيدي لقيتني فعلا ماسك شبشب مقطع، وببص على الترابيزة لقيتها حديدة مكسورة باينة إنها مهجورة من سنين. رجعت البيت وأنا تايه، ومن ساعتها مش قادر أنسى شكل الشاب ده. كنت بلعب مع مين؟ وإزاي حسيت بكل ده كأنه حقيقي؟